نستطيع إنتان دغوا حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ماشي وعود مغشوشة. حلول وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. حلول ماشي وعود مغشوشة. حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة مغشوشة حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة. الدكتور هز الهم والدكتور هز الهم. والدكتور هز الهم. والدكتور هز الهم. والدكتور هز الهم. كيف الدير تتخدم واش تلقى شي تهدم تتخدم واش تلقى وش تهدم وكيف الدير تلقى وش تهدم وكيف تتخدم تلقى وش تهدم الدير تهدم تمارا بغيتونا بحقوقنا نسيتونا. تمارا بغيتونا حقوقنا نسيتونا. تمارا بغيتونا بحقوقنا نسيتونا. تمارا بغيتونا وحقوقنا نسيتونا. تمارا بغيتونا وحقوقنا نسيتونا. بغيتونا وحقوقنا نسيتونا. تمارا بغيتونا تهدم تحاول والحكومات تهدم والحكومات تحاول حكومات تناور. تهدم تحاول وزارات تناور. شدوا الحبل وشدينا وتحدينا. شد الحبل وشدينا وتحدينا ويا وزير ارفع ايدك عن حقنا. يا وزير ارفع ايدك عن حقنا وشدوا الحبل وشدينا وتحدينا. وشد الحبل وشدينا وتحدينا يا وزير ارفع ايدك عن حقنا. يا وزير ارفع ايدك عن حقنا وشدوا الحبل وتحدينا. وزير ارفع ايدك عن حقنا ويا وزير ارفع ايدك عن حقنا. يا وزير ارفع ايدك عن حقنا وشدوا الحبل وشدينا وتحدينا. شد الحبل وشدينا وتحدينا ويا وزير ارفع ايدك عن حقنا. يا وزير ارفع ايدك عن حقنا وشدوا الحبل وشدينا وتحدينا. شد الحبل وشدينا وتحدينا ويا وزير ارفع ايدك عن حقنا. يا وزير ايدك عن حقنا وشدوا اليد وشدينا وتحدينا. شدينا وتحدينا ارفع ايدك عن يا وزير ارفع ايدك عن حقنا وشدوا الحبل وشدينا وتحدينا. تحدينا ويا وزير ارفع ايدك عن من الصمت حول هذا الملف نقول سوف نمضي إلى مطالب تحقيق مطالبنا المشروعة رغم كيد الكائدين. نقول لوزارة عباس الفاسي لا زلنا هنا، ها نحن صامدون. نقول كذلك لوزير المالية أن الموضوع يرقى فوق المقاربة التقنية، وأن الجميع اليوم يجب أن يتحمل مسؤوليته السياسية في إهانة الدكاترة، والتاريخ يسجل على الجميع. التاريخ يسجل على الجميع. قلت الإخوان هذا يوضح بجلاء شعارات الجوفاء المرفوعة في هذا الوقت الراهن. فلذا أقول أن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب سوف تصعد من أشكالها النضالية
طالبها. لنا غدا فرصة أخرى عن هذا الغضب، عن طبيعة الحال عن مشروعية مطالبنا وعن رغبتنا الأكيدة في أن نصل إلى ما نصبو إليه جميعا. قلنا مطالبنا واضحة ومشروعة، في جوهرها المطالبة بإمكانية ممارسة نقابية سليمة وغير مضيق عليها، كذلك هو إقرار نظام أساسي نقول في جوهره يعتمد على مبدأ تكافؤ مع فئات مشابهة أو لها مؤهل مشابه. نقول كذلك هذا النظام الأساسي يجب أن يتحدد بموجبه كل ما محدد في الأنظمة الأساسية من مهام واضحة، من تسمية واضحة، من نظام ترقي واضح، ومن منظومة أجور منسجمة ومؤهلات وكفاءات بطبيعة الحال دكاترة. لأن النقابة الوطنية المستقلة رغم ما يحاك ضدها يوميا من طرف الأشقاء والأعداء، قلت لا زالت تناضل على درب النضال بلغة واضحة وبصوت واضح لا تشوبه شائبة. نعم لكرامة الدكتور أينما حل وارتحل، نعم لكرامة واعتبار شهادة الدكتوراه في جميع أنحاء بلادنا، وأن ما يستهدف شهادة الدكتوراه والدكتور هو مخطط واضح يستهدف بالأساس التعليم العمومي. إذن سياسة حكومة عباس الفاسي واضحة في هذا الباب، مزيد من ضرب المؤسسات العمومية والسياسات العمومية الرامية بطبيعة الحال إلى الرامية بطبيعة الحال كما قلت في السابق إلى اعتبار أن أبناء الطبقة المتوسطة والكادحة لا حق لهم في هذه المؤسسات بطبيعة الحال، برؤية فيها كثير من الحيف وفيها كثير من التضييق. قلنا الإخوان نقف اليوم كذلك أمام وزارة الداخلية لنقول حقنا المشروع في ممارسة نقابية مشروعة لا تضييق عليها. هذا حق مشروع في سياق وطني نامل أن يكون فيه إقرار حقوق الإنسان يواكب إقرار حقوق البلد. إذن الإخوان نحن اليوم نحتج على مؤسستين، على وزارتين في حكومة عباس الفاسي، على وزارة المالية وارتباطها الوثيق بمنظومة الأجور، على وزارة الداخلية لأنها إلى حدود اليوم ورغم قانونية النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة المغرب لم توافينا بوصل الإيداع. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال على الحريات العامة ببلادنا، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال على الحريات النقابية ببلادنا، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال على تفعيل المؤسسات بطبيعة الحال المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام. إذن في هذا الصدد أقول أن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب صوتها واضح في هذا الباب مع مخاطبيها المختلفين. نعم لوحدة الدكاترة، نعم لمزيد من التعبئة والصمود، لا لكل المؤامرات التي تحاك ضدهم قلت من الأشقاء والأعداء، ممن نعتبرهم في خندق واحد معنا وممن طبيعة الحال في المقابل يتضايقون من كون أن الدكتور يتمتع بوضعه الاعتباري داخل المجتمع، ومن ثم الوضع الاعتباري للمعرفة بشكل عام. والكاتبة في الإدارة الوزير مرسي 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 والكاتبة في الإدارة
هذا مغرب عجبا والكاتبة كذابة هذا مغرب